حياتك وهتغير اي عادة سيئة، تبقى احسن نسخة من نفسك. تقدم للصبح مية البطيخ، ما فيش حاجة اسمها كده، تقيم على نفسك لحد شفت عالم جديد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لا تعلى ريحة من سارة معتز، كل يوم جمعة الصبح. فاكرين الكتب اللي ورايا دي منظرها؟ لا، النهارده هكلمكم عن كتاب ماي فيفورت، عشان هقول لكم ازاي ممكن نتخلص من اي عادة احنا مش حابينها وكرهينها بس للاسف اتعودنا عليها. هيوقع الاختيار على كتاب اتوميك هابتس. حط المج ده ونكتب الكتاب. كل كتاب من دول ألهمني بطريقة أو بأخرى في المواضيع اللي أنا بكتب لكم وبكلمكم عنها. أوكي، كتاب Atomic Habits بيقول لكم إيه؟ إنه tiny changes remarkable results. كل حد فينا لما بيجي عايز يعمل عادة تحفة جديدة، يبقى اللي هو أوكي for example أنا هاكل أكل صحي وأروح الجيم. أوكي، بيعمل إيه بقى؟ يحط لنفسه بلان قاسية جدا تخليه ما يقدرش يكمل في العاده دي. انه اوكي انا هروح 5 ايام الجيم، انا هعمل دايت لو كارب، انا هقطع سكر حتى الفاكهه هقطعها، انا هاكل كل حاجه بس خضار وبروتين ومش عارف ايه ولبن خالي دسم ومش عارف ايه تلاقيه ماكسيمم الشهر 2 بالكتير خلاص وقف. ليه؟ لانه عمل عاده جديده عليه ولكن بشكل قاسي جدا، مش يعني ما طورش حاجة واحدة لحد ما وصل للريزلت التحفة، فبالتالي ما بيكملش وبالتالي ما فيش ريزلت، هي كأنها تجربة وعدت. ده اللي الكتاب بيقوله، وهو an easy and proven way to build good habits and break bad ones. ده توبيك الحلقة النهاردة. كل حد فينا بيبقى عايز يبطل عادة معينة، مثلا حد بيبقى عايز يبطل ان هو يبقى يقعد يضيع وقت على التليفون كتير، حد بيبقى عايز يبطل ياكل جانك فود كتير وهو بره البيت، وهو في الشغل وهو في المدرسة في الجامعة، وكتير من العادات الخاطئة. تضييع الوقت for example. خلينا نبتدي بالسكرولينج على الموبايل كتير، لاني سمعت الكلمة دي كتير جدا الفترة اللي فاتت. انا بمسك الموبايل وقت بيتسرق، ممكن اقعد 4 ساعات من غير ما احس. that's why هما في موبايل وفي سوشيال ميديا وفي ريلز، ده اللي هما عايزينه. ازاي ممكن نتخلص من ده؟ مش ان احنا نقول اوكي انا خلاص هحط لنفسي تايمينج هقعد على الموبايل بس 10 دقايق، مستحيل. لازم تبدل العادة دي بعادة مختلفة. انه اوكي انا بدل ما هقعد على الموبايل ساعات كبيرة هفكر في حاجة تانية انا بحب اعملها. بحب اقرأ. اوكي، فلو انا دلوقتي اوكي يلا انا همسك الموبايل اتفرج، بعدين اقول لا انا ممكن اقرا الاول بعدين نشوف موضوع الموبايل ده، هتلاقي نفسك اتسحلت في القرايه اللي انت بتحبها. فبالتالي انت بدلت العاده الوحشه اللي هي انك بتسكرول على الموبايل كتير وعلى السوشيال ميديا بحاجه حلوه وهي القرايه. ناموسه، شكل التوبيك عجبها، لانك عمرك في حياتك ما هتغير اي عاده سيئه ابدا من غير ما تبدلها بعادة تانية كويسة. عارفين عاملين زي ايه بالظبط؟ اللي بيشرب سجاير مستحيل يبطل سجاير. لو قال اوكي صحي من الصبح انا هبطل سجاير النهارده، لا، بتلاقيهم دايما بيقول لهم ايه؟ لو عايز تبطل سجاير بدل ما لما تيجي في بالك تشرب سجاير كل كل خضار، جرب انك مثلا تاكل لبان عشان تنسى وتضيع وقت، حاول انك لما تبقى متعصب وعايز تشرب سجاير انزل اتمشى، اعمل رياضة، دخل عادة جديدة حياتك عشان ينسى العادة القديمة دي ويستبدلها. لازم العادات السيئة تستبدل بعادات كويسة عشان نتخلص منها، لأنه احنا بشر وهي اسمها عادات. ليه اسمها عادات؟ احنا متعودين عليها بنعملها يعني subconsciously، يعني كده من غير وعي احنا بنعملها عشان احنا متعودين عليها. عارفين لما تصحى من النوم تدخل تويلت تشرب ميه تعمل ده، بتفكر انك هتعمل ايه؟ لا، من غير تفكير بتعمل ده. فده مثلا على موضوع الاكل، مثلا الجانك فود والاكل من بره عامه.
اوكي انت مستحيل تنزل تقول اوكي انا لازم ابطل اكل بره في الشغل ومش عارف ايه. اوكي هتنزل تبطل اكل من بره هتجوع نفسك طول اليوم؟ اكيد لا. انت لازم تبدل ده بحاجة تانية، هو انك ايه، تبدأ مثلا بان انت تجهز اكلك قبل ما تنام، تجهز قبل ما تنزل الشغل وتاخد معاك اكل حلو قوي يغنيك انك تاكل اكل من بره. فور اكزامبل انا لما جالي سكر بقيت اخد انسولين. انا باكل اكل عادي unhealthy، باكل حاجات شوكليت وحاجات اللي هو فيها سكر، ولكن انا ماي لايف ستايل مش هيبقى كده. فمستحيل اقول اوكي يا ساره اقطعي سكر واقطعي حلويات وخليكي بقى كلي بقى بيض مسلوق، كلي بطاطس مسلوقه، وكلي عيش سن ومش عارف ايه. اوكي هقرف، ما انا بني ادمه، هزهق، هفضل كده 4 شهور مثلا، ده بالكتير، ده كتير قوي، مستحيل. انا بقى عملت ايه؟ بقيت اشوف ايه البدايل، ايه بدايل الاكل الغير صحي ده. هل فعلا معقول هعمل براونيز صحيه طعمها حلو؟ اول مره قلت اكيد فاتي هيطلع طعمها جربت، جبت ingredients صحيه، بدات اشوف ايه اكتر دقيق بديل للدقيق الابيض ملوش افتر تيست، في نفس الوقت ما بيخليش الحاجه لونها اسود لو هعمل بيكري او كده، اللي هو لونها اسمر يعني، مثلا لو عايزه اعمل بيتزا او ايا كان، ويبقى صحي في نفس الوقت ولو كارب. لقيت ان هو دي اللوز اكتر منه دي الجوز هند. طب انا معقوله اقدر اعمل بان كيك تحفه زي اللي معموله عادي في المحلات؟ عملت. معقول اقدر اعمل صوص نوتيلا؟ عملت. معقول اقدر اعمل مش عارف، انا بعشق القهوه، بعشق الايس كريم الماكياتو، معقول اقدر اعمله في البيت؟ لقيت بدايل، شفت عالم جديد عشان ابدل العاده الغير صحيه دي بعاده صحيه. يعني فتح لي انه باث جديد اكتشفه، واكتشفت انه ايه يا جماعه، ده السوبر ماركت فيه كراميل صحي، فيه شوكليت صحيه، فيه دقيق مختلف، فيه حاجات بتناسب كل حد. انت اللي بتختار حياتك وانت اللي بتختار العاده. ما تقولش مستحيل، زي اللي يبقى عايز يعمل رياضه، اصل انا I can't afford تمن الجيم بالنسبه لي غالي. اوكي تقدر تتمشى، بلاش، تقدر تفتح تمارين على يوتيوب. انا مثلا لما جماعه اتخضيت، انا بجد اتخضيت من الكتاب احسب. اوكي انا مثلا لما كنت في الجامعه ما كنتش عارفه اروح جيم. ليه؟ عشان كل الجيم اللي كان حوالين الجامعه بتاعتي في الشروق كان كله ميكس، ما كانش في اي حاجه في ميلز اونلي، وانا ما بروحش حاجه ميكس. فبقيت اعمل ايه؟ بقيت اتمشى الصبح بدري في الويكندز. في ايام الجامعه بعمل ورك اوت في البيت، نزلت ابلكيشن بدات اعمل معاه عشان حابه ده وحابه العاده الكويسه دي. ما بقيتش اضغط على نفسي اللي هو لازم كل يوم الساعه مش لا، زي ما هو بيقول لك ايه تايني تشينجز. بقيت اللي هو اوكي بدات ب10 دقايق كده بعد ما اجي من الجامعه كده وقبل الغدا، بعدين بقوا ربع ساعه مثلا بعد الغدا. فانتوا لازم تبداوا بتغيرات بسيطه عشان تلاقوا ان انت لما تعمل، يعني ما تعمل حاجات قليله تلاقي ريزلت كويسه في الاخر. وده هيودينا البوينت رائعه في الدين بتاعنا. سبحان الله، ربنا ما سابش حاجه، كل كتب السايكولوجي اللي حواليا دي موجوده في ديننا، في الشريعه، في القران. فاحنا حتى في ديننا ربنا بيقول ايه، ودي عملت ريسيرش بيقولوا ان ده مثل من حديث الرسول كان بيقولوا، من حديث الرسول كان بيقولوا انه احب الاعمال لربنا ادومها وان قلت. في حد يقول لك انه اول ما يدخل رمضان اوكي انا هخلص في اليوم 3 أجزاء وهصلي اكتر من السنن، وهصلي مثلا مش عارف اكتر من 20 ولا 16 ركعه بعد صلاه التراويح وقيام ليل وتهجد ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، يندفع قوي قوي قوي. يجي بعد رمضان يلاقي نفسه ايه، لا مش قادر اقرا قران، لا مش قادر مش عارف ايه، لانه عمل حاجات كتير قوي قوي قوي. فالتغيرات الكتير قوي دي معرفش يداوم عليها. فبالعكس انك تقرا صفحه قران مثلا كل يوم انت كده مش هتهجره، احسن ما تبقى حاطط على نفسك، يعني كانك هتقيم على نفسك الحد لو انت ما قراتش النهارده جزء. اوكي ما
ممكن الشيطان يجيلك وتكسل، لكن لما تبقى صفحة صفحتين هتقول ايه ده، دي مش هتاخد مني حاجة وانا رايح في الطريق وانا قاعد قبل ما انام مش عارف ايه. وسبحان الله حتى في ديننا الحاجات التغيرات بيقول لك ان هي تدوم تبقى صغيرة عشان تلاقي ريزلت ونتيجة في الاخر وتداوم عليها. خليني اقول لكم كده كام جملة كنت انا معلماهم وعجبوني جدا في الكتاب ده. ابدأ لكم من اوله. كتاب متدمر طبعا لان انا عندي من زمان. اوكي، هو في سؤال ممكن انتوا تسألوه كمان. why small habits make a big difference؟ ليه يعني ممكن تيجي تسأل في سؤال في مخك دلوقتي اللي هو طب يا سارة ليه العادات الصغيرة ممكن تعمل تغيير كبير قوي في حياتنا؟ اوكي، هو بيقول لك ايه الجملة اللي عجبتني؟ we put pressure on ourselves to make some earth shattering improvement that everyone will talk about. بعد كده improving by 1% isn't particularly notable. اوكي، الجملة اللي عجبتني ان احنا زي ما قلت لكم احنا بنحط على نفسنا بريشر ان احنا عايزين نعمل تغيير الناس كلها تتكلم عنه، اهلك يقول لك واو قد ايه انت اتغيرت، قد ايه انت بقيت برودكتيف، قد ايه انت بقيت متدين، قد ايه انت بقيت ناجح وكويس. لما تتغير فجأة فالناس هتلاحظه بسرعة جدا، ولكن لما تعمل تغيير بسيط اللي حواليك مش هيلاحظوه، بالعكس. ولكن on long run او on long term انت هتلاقي نتيجة رائعة وتغير مختلف واختلاف كبير في حياتك من حيث الانتاجية، الدين، النجاح، ايا كان. ايه تاني؟ انت لو عايز عادة معينة تعملها هتلاقي فيها نتيجة، مش depends على ان انت بقيت معتمد العادة دي وبتعملها، وانت ممكن تبقى بتعمل حاجة معينة بس مش مستمر. فالتغير والاختلاف اللي يحصل في حياتك معتمد على كم مرة انت بتعيد العادة كويسة دي. نفس فكرة الاكل الصحي والجيم والدنيا دي، ما انت لو بتروح مرة او 10 لا انت مش هتلاقي نتيجة. لوجيك يعني. you get what you repeat. اوكي، في جملة رائعة جدا. your effort is not wasted, it's just being stored. هنا بيقولوا كده في الكتاب. ربنا بيقول ايه؟ ان اي حاجة بتسعى ليها ما لقيتش فيها نتيجة ما راحتش هباء، لا هي متخزنة عند ربنا عشان في خير وفي عوض وفي حاجات رائعة مستنياك. عمر ما شغلك وسعيك وعادة معينة بتعملها ما راحت هباء، لا هي اتخزنت علشان هتلاقي نتيجتها بعدين. ابسط مثال الزرع. لما بتيجي تزرع، انا هزرع مانجا النهارده، هل بتحط البذره تاني يوم تصحى تلاقي واو مانجا يلا نشرب عصير مانجا يا جماعه؟ لا، ده كده في ميه البطيخ، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم تصبر عليها وتسقيها كل يوم وتاخد شمس وتاخد هواء وتاخد ميه، والعمليه الخطيره دي اللي احنا ناسيه اسمها. المهم فبتاخد وقتها كبير جدا، وكل فاكهة وكل نبتة مختلفة عن التانية. زينا البني آدمين كل حد مقدر له تطلع له ثمرة نجاحه في وقت مختلف عن التاني، ولكن بتاخد وقتها فبتلاقي في الآخر ثمرة جميلة تاكلها. لكن تخيل بقى لو حد جاب الزرعة وراح كب عليها مية قد كده، اوكي، وبعدين يلا اطلعي، انتي ما طلعتيش ليه؟ يلا اطلعي. مش هتطلع. تقدم للصبح مش هتطلع ازاي؟ طيب ما ينفعش. كذلك التغييرات اللي في حياتك، نفس فكرة المية اللي انت كبتها وغرقت بيها الزرعة وموتت بيها، ماتت زرعة من كمية المية، مع ان الزرعة محتاجة مية وهواء، ماتت. لو كبيت عليها مية قد كده وعملت عليها رياح قتلت. نفس القصة في الجول بتاعك وفي العادة اللي انت عايز توصل لها، لو اندفعت هتروح منك. فاصبر على نفسك زي ما بتصبر على او ما لازم تصبر على الزرع. اوكي، تعامل انك رقيق زي الزرع،
اخر حاجه، الكتاب ده بجد يعني يا جماعه مش متخيل هو تحفه ازاي. طبعا مش هيخلص في حلقه ولا 2 ولا 10، ولكن اخر حاجه عايزه اقولها لكم انه forget about goals, focus on systems and steps. كل حد فينا بيقول لك انا عندي هدف معين عايزه اوصل له وعندي حلم، فاحنا دايما شاغلين بالنا بالوصول مش بالطريق وبالسيستم اللي احنا محتاجين نحطه عشان نوصل. however احنا محتاجين نركز على السيستم، محتاجين نركز على الطريقة اللي احنا ممكن نوصل بيها للهدف ده. ايه الفرق بين السيستم والجول؟ الجول هو انت كل تفكيرك وكل حياتك بتبقى متركزة على الهدف اللي انت عايز توصل له. اما السيستم كل التركيز على البروسيس والطريقة اللي انت ممكن توصل بيها. بجد يعني معظم الناس، طبعا مش هقدر اقول برسنتج معينة، مش عاملة انا احصائية يعني ولا سيرفي، معظم الناس تركز على اللي هو اوكي انا عايزة اجيب العربية دي. طب ماشي يا عم حبيبتي، اوكي ربنا يكرمك وتجيبي العربية ودي ربنا انك تجيبيها ولكن الطريقة بقى، البروسيس، العملية، الستبس اللي انت هتعمليها عشان توصلي بيها ما بنركزش فيها. السعي، ركز في السعي مش في الوصول. برضو حاجات دينية سبحانك يا رب، ده واحد أجنبي، جيمس كلير ده أجنبي، ده سايكولوجي، ده واحد بيحكي قصة حياته هنا أصلا اتعلمها. فكل ده في الدين. ربنا بيقولك اسعى اسعى وسيب النتيجة عليا أنا. احنا دايما بنركز في النتيجة، بنزهق من السعي. اسعى بعقل واسعى بالراحة، ما تجريش، مفيش حد بيجري وراك. That's it. نفسي أكمل لكم الكتاب كله يعني، ولكن آخر جملة: Becoming the best version of yourself requires you to continuously edit your beliefs and expand your identity. عشان تبقى أحسن نسخة من نفسك لازم تغير عاداتك، معتقداتك وأفكارك الخاطئة، لأنه العادات اللي هي جواها في معتقدات وأفكار وهوية صحيحة هي اللي بتشكل الفيرجن أو الشخص اللي ما أنت عليه. فأنت لو شخصك مش عاجبك وشايف إن أنت لأ مش شخص كويس كفاية وعايز تطور تبقى في أحسن نسخة من نفسك، لازم تعيد التفكير في أفكارك، في انتماءاتك وفي عاداتك. وبس، أشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لا تعلى الريحة مع سارة معتز كل يوم جمعة الصبح. ولو عايزين حلقات كتير عن الكتاب ده يا ريت تقولوا لي، لو حبيتوا فكرة ان انا اكلمكم عن كتب قولوا لي في الكومنتس، واكيد هعمل لكم حلقات عن كتب سايكولوجي كتير جدا. يعني دي حاجة رائعة وبحبها جدا بالنسبة لي. بس باي باي.